يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم من جديد. النهارده بقى يوم جديد وفيديو جديد. النهارده بقى ايه نحضر الفطار الاول وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. هنا معايا عملت شاي بلبن مع بسكوت وكعك من بتاع العيد، ولسه هفكر بقى ايه نشرب الشاي كده في البلكونه كده على روقان. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. لو اول مره تشوفيني انا اسمي ايمان، مش تنسي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى بعد ما فكرنا ان انا هنعمل ايه، قلت اعمل، لقيت عندي الطلبات بتاعه البيتزا، فقلت يا بنات بقى ايه اعمل بيتزا. هنا معايا بقى ايه هنعمل الصلصه بتاعه البيتزا الاول. هنا معايا 3 طماطميات قطعتهم، ومعايا فصين توم ومعلقه من الملح ومعلقه من السكر، وهحطهم على النار عقبال ما ايه نعجن العجين بتاع البيتزا. هنا معايا بولة كبيرة ومعايا دقيق اللي هو جميع الاستخدامات، عشان يعني اختاري نوع دقيق كويس عشان يطلع معاكي البيتزا ناجحة وما تبص منك. هنا معايا بقى ايه نص كيلو دقيق، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة أو كيس الصغير خميرة فورية، وكيس من اللبن النيدو دوت. أنا دايما في كل المعجنات اللي بعملها بحب جدا أحط لبن بودر، بيخلي المعجنات معاكي هشة وطرية وتحفة. النص كيلو دقيق ده يا بنات أنا هعمل بيه الصينية الكبيرة اللي أنا هوريها لكم دلوقتي. ومعايا معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من السكر، وهبدأ بقى ايه اقلب النشف كله مع بعضه اهو بالشكل ده كده. انتي بقى ايه، احنا طبعا لسه الجو مش حرر قوي، فعايزه، انا كنت مستعجله عليها فعايزاها تخمر معايا على طول. معايا كوبايه من الزيت او نص كوبايه، الكوبايه دي مش كبيره يعني، الكوبايه دي انا بعمل فيها قهوه، مش كبيره قوي يعني. لو الكوبايه بتاعتك اكبر شويه يبقى نص كوبايه من الزيت، بس يكون زيت كويس ما يكونش ليه ريحه، عشان ما يعملش معاكي ريحه في العجين. هنا بقى ايه هبدأ اقلب كله مع بعضه لغاية ما العجينة تبقى معايا زي الرمل كده، وهكون معايا مية دافية عشان اسرع عملية التخمير، عشان انا كنت مستعجلة وعايزة اخلص. لو انتي عايزة مش مستعجلة عليها اعمليها بمية عادية. هنا بقى كنت غليت مية هي سخنتها سوري، دافية كده بس. هبدأ انزل حبة حبة والم العجين اهيت بالشكل ده كده. هبدأ انزل واحدة واحدة. يا ريت يا بنات ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تشجعوني وانزل لكم كل فيديو ينزل تشوفوه. وبعدين انتوا مش هتغرموا حاجة، لا عايزة لايكات كتير، عايزة شير كتير، اشتركوا في القناة، في القناة عشان تشجعوني، عشان اي فيديو اعمله انزله لكم. انما لما الاقيكم انتوا نايمين معايا خالص، محدش بيشترك في القناة، محدش بيشجعني، محدش بيعمل لي لايك. في ناس كتير بتكتب لي كومنتات حلوة، بس يا ريت مش تنسوا تشتركوا في القناة عشان القناة تكبر بيكوا وانتوا العائلة بتاعتي التانية. فمش تنسوا يا بنات ان انتوا تشتركوا وتشجعوني كده، وتدوني لايكات كتير 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 عشان الكل يشوف الفيديوهات اللي بتنزل وتستفادوا منها. وبعدين احنا بنعمل محتوى محترم يعني، اكل، بنعمل افكار مع بعض، بنشوف يومنا هيمشي ازاي، بس مش اكتر يعني. انتوا كلكم حبايبي. هنا بقى ايه العجينة، اول ما العجينة تبدأ تلم معاكي خلاص ما تزوديش مية تاني، تبدأ تلم معاكي اهي. بصي العجينة بدأت تلم معايا واحدة واحدة. هنا بقى جيت على الرخامة عشان اقدر ان انا اعجنها كويس جدا وتديني النتيجة اللي انا عايزاها. هبدأ انك تفردي فيها على الرخامة. طبعا هاخد يعني حريتي اكتر، اعرف اعجنها كويس جدا اهي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهي. تبصوا بقى العجينة معايا كانت حلوة جدا يا بنات، وكانت ناجحة جدا جدا معايا. بصوا اهي لغاية ما تديك القوام ده كده. وبعد كده خلاص ايه هنجيبها بقى ونحطها في بولة، نحطها في البولة ونحط عليها حبة زيت صغيرين، ونغطيها بكيس بلاستيك وفوطة نضيفة عندك، ونسيبها بقى ايه تختمر لغاية ما نجهز بقى الصلصة والحشوة بتاعتنا اهي.
هنا كنت نسيت احط الكيس ورجعت تاني حطيته عشان يعني. ولو عندك بقى الفرن ممكن تسخنيه وبعد كده تطفيه، مش تسيبيه شغال، وتحطيها في درجة حرارة الفرن هتخمر معاكي بسرعة. هنا بقى ايه، انا قلت اعملها بالفراخ، انا دايما بعملها بالجبن لان انا وولادي بنحبها بالجبن جدا. بس يا بنات بالفراخ حلوة جدا جدا برضه. فكان عندي صدر فرخة في الفريزر طلعته، وقلت بقى ايه اقطعه كده مكعبات اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. بدأت هنا ايه اقطع فيه شرايح. لا قطعته شرايح مش مكعبات، قطعته شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده رفيعة. وبرضه حطيت جبن زي ما تحبوا، الحشوة دي بتاعتك انتي، يعني ممكن تعمليها لحمة مفرومة، تعمليها بتونة، تعمليها بفراخ، تعمليها جبن خالص، تعمليها بأي، ممكن تلمي بواقي الجبن اللي عندك في التلاجة، ويعني أي حتة جبنة فايضة كده، أي حاجة فايضة عندك في التلاجة حتى لو عندك حتة فرخة مستوية وولادك مثلا مش عايزين ياكلوها، بتحصل معايا كتير وبتتبقى لتاني يوم ما برضوش ياكلوها، ممكن تقطعيها وتعملي لها عملية تدوير وتعمليها على بيتزاية. بصوا بقى هنا كنت قطعت الفراخ شرايح كده رفيعة. هبدأ بقى ايه اشوحها، هي زي تقطيعة الشاورما كده. هنا بقى معايا بصلتين هقطعهم، بتقطعي زي تقطيعة الشاورما كده، بتبقى شرايح رفيعة وحلوة قوي، بتستوي معاكي بسرعة. اللي موجود عندك، انا كانت موجودة عندي في الفريزر وقلت طلعها. طبعا احنا طالعين بقى ايه، طالعين من رمضان زهقانين مش عارفين نعمل ايه، كل يوم الروتين بتاعنا اليومي ما بيتغيرش، فالواحد طبعا بيزهق وعايز تغيير، يوم ياكل رنجة، يوم يعمل بيتزا كده يعني. رغم ان الحاجات غليت جدا اوفر قوي، زاد عن اللزوم، والموضوع والله زاد قوي يا بنات، بس ربنا يا رب يسترها ويعديها على خير. لان كل مره بتروحي السوبر ماركت تلاقي الحاجات زادت اكتر، بتروحي السوق تلاقي كل يوم الوضع بيتغير. ربنا يا رب يعديها على خير. هنا بقى ايه، كنت خرطت البصل معايا وخلصته كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده اهوت. هجيب بقى ايه طاسه على النار، هحط فيها حبة من الزيت او حبة من السمنة، وهبدأ انزل بالفراخ وما تقلبهاش عشان تبقى زي الشاورما، تبقى ناشفة معاكي كده وحلوة. ما تنزلش مية، ما تقلبهاش دلوقتي. يبقى احنا حطينا حبة من الزيت او معلقة من السمنة او زبدة اللي متواجد عندك، وبعد كده نزلت بالفراخ، وبعد كده هحط عليها حبة من الفلفل الاسود اهوت. وهبدأ بقى هنا ايه، وحبة من 7 بهارات. مش هكتر التوابل كتير يا بنات عشان ما تبقاش، وملح عشان احس بطعم الفراخ اهي. هنا بقى بدأت اقلب بقى، بصوا ما فيهاش ميه، يعني الفراخ ما نزلتش ميه ولا اي حاجه، انما لو اول ما حطيتيها وقلبتيها هتنزل ميه وهتاخد وقت كده، هتبقى ناشفه وحلوه كأنها بتعملي شاورما بالظبط. اهي هبدأ بقى ايه اقلبها كده كويس جدا، وبعد كده هنزل بالبصل، يعني بتديها زي صدمه كده الاول. وهنا بقى ايه، هنزل بالبصلة عليها اهي، شوحت معايا حلوة قوي، ريحتها تحفة كانت حلوة جدا اهي. هنا بقى اجيب البصلة واحطها، وانتوا عارفين طبعا الفراخ بتستوي بسرعة جدا، متاخدش وقت معاكي. هبدأ بقى اقلبها كده. هنا بقى في تركية كده، بحب اجيب معلقة من الصلصة اللي هي بتاعت البيتزا اللي انا عملتها، بحب اجيب معلقة او معلقتين احطهم عليها، بتديها طعم حلو جدا، بتبقى لذيذة قوي. دي الصلصة بقى اللي احنا عملناها بتاعت البيتزا. و... و... وقبل ما انسى، الصلصة دي وهي بتستوي على البوتاجاز حطيت عليها معلقتين من الكاتشب، تمام. وبعد ما استوت ضربتها في الكبة، هي اصلا الطماطم خلاص بتبقى استوت معاكي حلو جدا وتعتبر اتهرت. ما عملتهاش يا ربي في الكبة، بالهاند بلندر، ضربتها بالهاند بلندر. هنا بقى العجينة معايا كانت هنا بقى اكتملت خلاص، كانت العجينة خمرت، وشوفوا بقى الجمال. بصوا بقت عاملة ازاي، زادت معايا ما شاء الله، كانت وهبدأ بقى اختمرت ايه وكانت حلوة جدا هجيب معايا. الصينية. بصوا الصينية دي كبيرة قوي يا بنات.
كبيرة كبيرة يعني، بس هي باينة في التصوير مش كبيرة. هبدأ أفرد فيها كده البيتزاية. بصوا فردتها بالشكل ده ما شاء الله. يعني ممكن البيتزاية دي تأكل 10 أفراد، لأنها الصينية عندي فعلا كبيرة قوي. الصينية دي بتاخد نص كيلو. هنا بقى هجيب الشوكة وهبدأ ايه اشكشكها كده بالشوكة عشان نطلع الهواء اللي في العجينة وما تنفش معايا قوي في الفرن وتبقى عاملة زي القرص. الخطوة دي مهمة جدا. مش عارفة الفيديو هنا بقى معايا الصلصة اللي احنا عملناها وحطيت عليها معلقتين الكاتشب زي ما قلت لكم. هبدأ بقى ايه ادهن البيتزاية كده بالصلصة. عندك بقى الفرن بتبقي يا دوبك بقى تسخني الفرن عقبال ما تحطي الحشوة تروحي ايه مدخلها الصينية على طول. هنا بقى ايه هعمل الصلصة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت اهي. ما تحطيش في الحراف قوي عشان ما تتحرقش معاكي وهي في الفرن اهي. يا دوبك ايه يعني ما توديهاش قوي، حتى لو لاحظتي ان انا سايبه الحراف عشان ما تتحرقش مني اهي. هجيب بقى الحشوة بتاعتي. هنا عندي الجبنة الموتزاريلا والفراخ والزيتون. هحط حبة صغيرين من الجبنة الموتزاريلا، مش هحطها كلها، انا بس هحط جزء منها والباقي هحطه لما اطلعها من الفرن اي. الخطوه ديت اختياري، مش يعني لو انت مش عايزه تحطي الجبنه خالص. انا برضو كنت عامله لكم فيديو للبيتزا دي قبل كده عندي على القناه، وكنت بحطتش الجبنه يعني. لما دخلتها خدت نص سوا، وبعد كده رحت ايه احط عليها الحشو. هنا بقى هنزل بالفراخ. بصوا الفراخ كانت حلوه جدا، ريحه وطعم روعه. معلقه الصلصه ديت بتفرق معاها قوي. ابدا بقى اوزع الفراخ كلها كده على الصينيه كلها اهي. اهي وزعتها بالشكل ده كده. كانت حلوه جدا بالفراخ، كانت حلوه قوي قوي وعجبت ولادي وطلبوها مني ان انا اعملها تاني بالفراخ. هنا بقى هجيب فلفل سبايسي، احنا بنحبها سبايسي شويه. الفلفل ده برضو مش لو انتوا بتحبوش الحراق حط فلفل عادي. هحط برضو شويه جبنه شويه اهي. بس انا بفضلها ان انا احط الجبنه بعد ما اسويها. بس انا المره ديت كنت مستعجله جدا ورحت حاطه الجبنه كلها. سبت بس حبه صغيرين حطيتهم في الاخر وانا بطلعها من الفرن. هنا بقى الزيتون، هتنزلي بالزيتون الشرايح اهو. ما تكتريش الزيتون قوي برضه عشان ما تحدقش منك، لان الزيتون بيحدق اهي. خلاص كده البيتزا معانا خلصت. هحطها بقى في الفرن على الشبكة على درجة حرارة 180. ما تفتحيش الشواية تحت بس اهي. هدخلها الفرن. ما شاء الله على فكرة الصينية كبيرة جدا. هنا خلاص بعد ما كنت بقى طلعتها من الفرن. بصوا زي ما انتم شايفين الشكل بتاعها عامل ازاي. كانت ريحتها تحفة وطعمها كان خطير اهي. هبدأ بقى اقطعها، بس هي كانت سخنة جدا وانا ايه قلت اسيبها يعني اقطع اوريكم كده وابقى اقطعها براحتي لانها كانت سخنة قوي اهي. بس نوع الجبنة اللي انا جبته ده المرة دي غيرته عن الجبنة اللي انا كنت بجيبها. إيه ما عجبتنيش، ما ادتنيش المطة اللي انا عايزاها. نوع كنت اول مرة اجربه بس ما مش هجربه تاني. بجيب انا نوع تاني جبنة يعني منتجات فريش دي برضو منتجات حلوة جدا. بحب الجبنة بتاعتها قوي. بس ده كان نوع أول مرة أجيبه، بس مش هذكر اسمه يعني. بس ما عجبنيش خالص. هي طعمها حلو، طعمها يعني طعم الحليب فيها حلو، بس ما فيهاش مطة نهائي اهيت. بصوا بقى هنا كنت بوريكم التسوية بتاعتها حلوة جدا. بصوا عاملة ازاي جميلة. بصوا التسوية بتاعتها اهي كانت طريه وحلوه قوي 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 اهي. بصوا انا قصدت ان انا اجيبها من هنا عشان الحته ديت بتبقى باين فيها قوي الحجم